رحل شيخنا بل شيخ شيوخنا العلامة المحدث المسند الشريف الحسيب النسيب الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، ربيب العلم، نذره أبوه للقرآن والسنة. دكتور أحمد عمر هاشم رحمه الله رحمة واسعة تربى على يد سيدنا الشيخ محمود أبو هاشم الشيخ الحسيني في حجر مولانا الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود العارف بالله، ونشأ في بيت كله ذكر وعلم وقرآن. فمن بداياته درج في محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله عز وجل فصاحة وبيانا، فأراد أن يتجه إلى كلية اللغة العربية للدراسة. فلما عرض الأمر على أبيه قال له: منذ ولدت وهبتك للقرآن والسنة. فدخل كلية أصول الدين، كان لسه قسم التفسير والحديث مع بعض، وتخصص في سنة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اشتغل بها حتى كسي أنوار سيدنا الحبيب. له قصائد كثيرة في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفته في سنة 91، كان نائب رئيس الجامعة وكنت طالب في السنة الأولى، عشان كده نقول لك إيه، أستاذ أساتذة. وكان يدرس مادة الحديث، كنا نحضر له، وهذا من فضل الله علينا. لكن لكل إنسان مدة ولكل أجل كتاب. ليست القضية كيف تعيش، وإنما القضية كيف تموت. على أي حال، أما أن تعيش في رحاب أنوار سنة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اليوم في إذاعة القرآن الكريم برنامج في ظلال الهدي النبوي، دكتور أحمد عمر هاشم منذ أكثر من 30 سنة، أكثر من 30 عاما في ظلال الهدي النبوي. الدكتور يتغير المذيعين، والدكتور أحمد عمر هاشم أشرح سنة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلعل في هذا حين أذكر سيدنا الدكتور حين صلي عليه في الجامع الأزهر الشريف، من أول الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، أساتذة الجامعة، وزير الأوقاف والمفتي وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وجمع كبير من الأساتذة والطلاب، أن يصلي عليك هؤلاء الذين اختلطت أنفاسهم بكلام الله وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بين عالم وولي، نعمة من الله تعالى. ولما وصلت الجنازة إلى بني عامر، لعل البعض صور هذا المشهد، هذه الأمواج من البشر تصلى الجنازة مرة أخرى، نوع من الاحتفاء والاحتفال.
كثير من الناس يحيا ويموت وكأنه ما مر على توحيد. الأمس نظرت إلى مكتبتي فوجدت فيها كتاب كبير لأستاذنا اسمه فيض الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. منح من الله تبارك وتعالى أن يرتبط اسمك باسمه، فله قصائد في مدح سيدنا النبي، ودائما يرتبط عندنا سيدنا الدكتور رحمة الله عليه بالاحتفال السنوي في المولد النبوي، احتفال النص من شعبان، بين قصيدته في مدح سيدنا رسول الله في احتفال المولد النبوي، وبين قصيدته بنداء المسجد الأقصى في النصف من شعبان وتحويل القبل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، وأن يجمعه بسيدنا الحبيب الذي عاش على محبته ومدحه واشتغل بسنته، وأن يجعل كل سعيه وكل كلمة قالها وكل من تعلم وانتفع بكتبه وببرامجه وبمحاضراته في ميزان حسناته، وأن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته ورضوانه، رحمه الله رحمة واسعة، فألحقنا به على الإسلام والإيمان غير فاتنين ولا مفتونين، ورحم أمواتنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.